الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فكل إنسان له 4 تقارير: في تقرير يومي، في تقرير أسبوعي، في تقرير نهائي قبل التقرير السنوي. ايه هو التقرير النهائي؟ لما تموت الصحيفة بتاعتك بتطوى، خلاص أعمالك اتقفلت، مفيش حاجة بعد كده هتضاف، اللي انت عملته هتلاقيه. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شوف الإنسان الكتاب بتاعه فين؟ في العنق. يقول لك طب اشمعنى العنق بتاع الإنسان الكتاب بتاعه يبقى فيه؟ قال لك لأن العنق ده مكان التكريم، ولذلك تلاقي اللي بيديله ميدالية ذهبية أو فضية لما بيجوا يديها له بيعمل ايه؟ بيوطي كده عشان يعلق له الايه؟ الميدالية بتاعته. خلاص؟ فالعنق ده مكان التكريم في الإنسان. طيب الكتاب بتاعه ده قد ايه؟ ده الكتاب بتاعه ده حاجة كبيرة قوي زي ما هقول دلوقتي. طيب كان زمان ما كانوش يعرفوا حاجة اللي هي الحاجات اللي في الموبايلات والحاجات دي. يقول لك ازاي يعني الكتاب ده هيتكتب؟ ده كتير قوي. سبحان الله. طلع بعد كده الحاجة اللي بنقربها للعقول الممري حتة قد كده اهو. شوف بتحط عليه مكتبات العالم كلها. على رأي الشيخ شعراوي عليه رحمة الله قال لك: وهذا من صنع البشر فما بالك بصنع رب البشر. شفت البشر عمل ايه؟ حاجة بسيطة كده اهو ما تكملش عقلة الصرف، بيتحط عليها مكتبات العالم كله تجيبها. طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى في يوم القيامة هيجيب لك ده كله. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. ده ماله يا رسول الله؟ خد بالك بقى من الكلام اللي جاي. ينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. ياه، ده مش حاجة بسيطة، مش كتاب زي اللي احنا بنشوفه، لا. قال لك ده كل سجل قد ايه؟ مد البصر، يعني اخر ما يجيب بصره كل ده مكتوب فيه. يوم ربنا سبحانه وتعالى يجيبه يقول له: عبدي أظلمك كتبتي؟ الملائكة بتاعتي ظلمتك؟ ألك شيء غير هذا؟ فيقول: لا يا رب، أنا ماليش حاجة، كل ده صح. اللي الملائكة كتبته ده كله ايه؟ صح. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، بيكتبوا كل حاجة. فربنا يقول له: عبدي لك عندنا حسنة، فتخرج صحيفة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فالعبد يقول ايه؟ وماذا تفعل هذه الصحيفة مع هذه السجلات؟ 99 سجل كل سجل مد الايه؟ مد البصر، كلها مكتوبة سيئات، بس الحسنة دي الوحيدة اللي موجودة. يقول: يا رب ده هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا رب دي؟ فتوضع الصحيفة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش الصحيفة بالسجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. يا سبحان الله. يبقى النهاردة انت عندك سجلات ايه؟ كتير موجودة معاك. ده التقرير الايه؟ السنوي. ولذلك شوف سيدنا ابو الصوير العدوي يقول لك كلمة جميلة قوي. يقول لك: يا ابن آدم إنما هما نشرتان وطية. يعني ايه نشرتان؟ إذا حييت بينشر الكتاب بتاعك يكتب فيه كل حاجة، خلاص. فإذا مت طوي الكتاب، فإذا بعثت نشر. يوم القيامة هتلاقي الكتاب بتاعك ايه؟ منشور. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
دي اللي هو الحساب الختامي او التقرير الختامي بتاع كل انسان. امال التقرير الشهري ايه؟ هذا ما نقول في اللقاء القادم ان شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.